نفس اللي كان بيفكر فيه اليهود من 150 سنة ونظرتهم لسينا، هو ده اللي بيحصل النهاردة بالظبط. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. من منتصف القرن ال19 وحتى نهايته كان اليهود أيامها عايشين في أمان وراحة على أرض مصر، وبيعتبروا إن مصر الملجأ الآمن اللي بيهربوا ليه من الظلم والمشاكل اللي كانوا بيتعرضوا لها في بلاد تانية، وخصوصا في أوروبا الشرقية. وقبل الوقت ده بشوية سنين حصلت حادثة مهمة بالنسبة ليهود العالم كله، وهي انعقاد أول مؤتمر صهيوني عالمي عام 1897 في مدينة بال في سويسرا، واللي نظمه القيادي الصهيوني تيودور هرتزل. الراجل ده قال قدام المؤتمر إن هم بيحطوا الأساس لبناء وطن قومي لليهود، وطن يجمعهم كلهم. ومن اللحظة دي بدأت الحركة الصهيونية العالمية تتحرك وتخطط لهذا الهدف. هرتزل حاول يقابل حكام كبار كتير عشان يساعدوه في تنفيذ الفكرة. راح للقيصر الألماني جوليوم الثاني وقابله بالفعل في القسطنطينية عام 1898، بس المقابلة فشلت ومفيش حاجة حصلت. ولكن هرتزل ما فقدش الأمل وقابله تاني في أوروبا وحاول يقنعه، إنما برضه القيصر رفض. بعد كده هرتزل قال خلاص لازم أكلم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بنفسه. وبالفعل قابله عام 1901 وحاول أن يقنعه أن اليهود ممكن يصلحوا ميزانية الدولة العثمانية اللي كانت بتنهار وقتها، بس السلطان رفض العرض ده برضه. بعد كل المحاولات دي الصهاينة قرروا يركزوا على إنجلترا اللي ساعتها كانت بتسيطر على مصر ومحتلها احتلال كامل. بدأت مفاوضات الصهاينة والحكومة البريطانية عام 1902 عشان ياخدوا جزء من سيناء وتحديدا منطقة حوالين العريش ويبنوا فيها وطن قومي لليهود. بعد كل المحاولات دي الصهاينة قرروا يركزوا على إنجلترا اللي كانت ساعتها بتسيطر على مصر
ومحتلة أرضها. بدأت المفاوضات بين الصهاينة والحكومة البريطانية عام 1902 عشان ياخدوا جزء من سيناء، وتحديدا منطقة حوالين العريش، ويبنوا فيها وطن قومي لليهود. إنجلترا كانت مستعدة تسمعهم، خصوصا بعد المذابح اللي حصلت لليهود في أوروبا والهجرة الكبيرة منهم لبريطانيا اللي عملت مشاكل اقتصادية كبيرة هناك. فجت لهم فكرة إنهم يبعدوا اليهود عن بريطانيا ويوجهوهم إلى الشرق. الصهاينة بالفعل عملوا مشروع اسمه مشروع العريش، وبدأوا يجهزوا بعثة تروح تدرس المنطقة. في الوقت ده كان المندوب السامي البريطاني في مصر اللورد كرومر، اللي اتفق مع اللجنة الصهيونية على المشروع وقدموه للخديوي عباس حلمي الثاني اللي وافق من حيث المبدأ. وصل هرتزل إلى مصر على متن سفينة هو ومجموعة منتدبة من الحركة الصهيونية العالمية. المجموعة دي وصلت للعريش وبدأت تدرس الأرض، وكانوا متفائلين إن المشروع هيتم. بس فجأة الحكومة المصرية أعلنت إنها هتعيد النظر في الموضوع بالكامل. وقالت الحكومة المصرية إن المنطقة دي صحراء وما فيهاش مياه كفاية، وإنها هتحتاج مية من نهر النيل، ومصر من المستحيل إنها تستغني عن نقطة واحدة من مياه النيل. بكده المشروع فشل والصهاينة اتحطمت أحلامهم، وده كان أول رفض عربي صريح لفكرة إقامة وطن لليهود. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.